تخيل معايا المشهد ده. انت قاعد في امان الله، تليفونك بيرن، بتبص تلاقي اسم حد من قرايبك بينور على الشاشة. في اللحظة دي ضربات قلبك بتزيد وبطنك بتوجعك، لانك عارف ان المكالمة دي مش عشان يطمن عليك. المكالمة دي وراها فاتورة جديدة هتدفعها من صحتك او فلوسك او وقتك. المشكلة انك بترد وبتقول حاضر، وبتقفل وانت بتلعن اليوم اللي اتولدت فيه. ليه؟ عشان كلمة واحدة متربيين عليها وبندفع تمنها غالي قوي. كلمة العشم. العشم في مجتمعاتنا مش معناه الحب والود، لا، العشم ده كود سري لعملية سطو مسلح على حدودك الشخصية. فخ متصمم بعبقرية عشان يشفطك لحد آخر قطرة تحت شعار إحنا من دم واحد أو أنا أخوك الكبير. النهاردة في أبيض وأسود هنقلب الترابيزة. هعلمك إزاي تبص في عين أقرب الناس ليك وتقول لأ بابتسامة باردة جدا، وتدمر كارت الإحساس بالذنب اللي بيلعبوا بيه بقالهم سنين. العلم النفس المظلم بيعلمنا قاعدة ما فيهاش هزار: المساحة اللي بتتنازل عنها مرة بتتحول لحق مكتسب لغيرك للأبد. القرايب اللي بيمارسوا عليك الابتزاز العاطفي مش بيعملوه صدفة، هم قاريين نقطة ضعفك كويس، عارفين إنك بتترعب من فكرة الرفض العائلي وإنك تطلع قليل الأصل في نظرهم. بيلعبوا بكارت الذنب ببراعة عشان يخلوك دايما في وضع الدفاع وبتبرر موقفك. الشخص المبتز بيشوفك أصل من أصوله، رصيد في البنك بيسحب منه وقت ما يحب وبدون استئذان. التكتيك ده اسمه جيلت تريبينج، أو زرع الإحساس بالذنب عشان ياخد منك خدمة أنت مش قادر تديها. وقبل ما ندخل في الزتونة والتكنيك الصادم اللي هيقطع حبل المشنقة ده، لو أنت قررت تبطل تكون البنك المجاني بتاع العيلة وعايز تفهم قواعد اللعبة عشان تحمي نفسك، مكانك هنا وسط الصفوة. اعمل لايك واشترك في القناة وسيب كومنت. احنا هنا بنبني درع نفسي يخليك تقرأ نوايا اللي قدامك وتوقفه عند حده. المشكلة الأكبر إنك بتستسلم وبتدفع الضريبة دي عشان تشتري دماغك وتبعد عن وجع الدماغ والمشاكل. بس الحقيقة إنك ما بتشتريش دماغك خالص، انت بتبيع حدودك الشخصية بالرخيص وبتسمح لغيرك يركبك ويسوق. كل مرة بتقول حاضر وانت من جواك بتغلي ومضغوط، انت فعلياً بتعمل تغذية مباشرة لغرور الشخص المبتز أو الإيجو بتاعه. بتأكد له إن استراتيجيته شغالة وممتازة، وإنك فريسة سهلة مفيش أسهل من اصطيادها. الشخصية المؤذية في الدوائر القريبة بتعتمد كلياً على إنك مش هتقدر تعمل مشكلة، بيراهنوا على كسوفك وتربيتك، ولما تحاول تعترض بيعملوا تكنيك خبيث جداً اسمه جاس لايتنج. يقلبوا الترابيزة عليك ببراعة ويخلوك تحس إنك أنت اللي مقصر وأنت اللي أناني لو فكرت تقول لأ. الكارثة إن الاستنزاف ده بيحرقك من جوه وبيخليك تكره حتى التجمعات العائلية العادية. من أخطر الأسلحة اللي بيستخدموها ضدك هي المراية الاجتماعية، يعني التهديد المبطن بتشويه صورتك قدام باقي العيلة والناس. المبتز بيلوح دايما بإنه هيفضح قلة أصلك لو ما عملتش اللي هو عايزه. هنا بيظهر دور الدارك سايد جواك. لازم تبطل تهتم بصورتك قدام ناس بيقيموك على أساس المنفعة وبس. لو قيمتي عندك إني أكون مجرد سبوبة أو مصلحة، فشوه صورتي براحتك، أنا مش مهتم نهائياً. اللامبالاة هنا بتدمر سلاح المراية الاجتماعية وبتشلح حركتهم تماماً. الحل هنا مش إنك تقاطع أهلك وتعيش في كهف معزول عن العالم. الحل هو التكنيك الصادم اللي بنسميه فصل الدم عن البزنس والحدود. الدم يعني صلة الرحم والود والاحترام والسؤال في المناسبات، لكن الحدود يعني وقتي ومجهودي وفلوسي وقراراتي الشخصية. دول حاجتين ما يتخلطوش ببعض أبداً تحت أي ظرف. الشخص التوكسيك بيحب يخلط الحاجتين دول ببعض عشان يعيش في الفوضى ويستفيد منها لأقصى درجة. دورك هنا إنك تفصلهم بمنتهى البرود والهدوء والذكاء. السر كله في إنك تبطل تبرر رفضك. التبرير معناه إنك بتطلب الإذن، ولما تطلب الإذن من مبتز عمره ما هيديهولك. لما حد من قرايبك يطلب طلب بيعدي حدودك وبيستنزفك، الرد لازم يكون حاسم وقصير وبابتسامة باردة جدا. تقول ما أقدرش أعمل ده دلوقتي وتسكت. تقفل بقك تماما وما تكملش الجملة. ما تقولش عشان كذا وكذا وتفتح باب للنقاش. الصمت ده بيعمل إرباك رهيب للشخص المبتز. هو متعود إنك تتردد وتقدم أعذار عشان يمسك العذر ويفنده ويقنعك عكسه ويحسسك بالذنب. لكن الرفض القاطع الهادي بيقفل الباب في وشه وبيلجمه. لو حاول يضغط عليك بكارت العشم ويقولك ده أنا زي أبوك أو إحنا أهل،
رد بمنتهى الثبات وقول: أكيد إحنا أهل وعلى عيني وراسي، بس أنا برضو لسه ما أقدرش أعمل ده. أنت هنا عملت فصل كامل ومميت بين العلاقة وبين الطلب. أكدت على العلاقة بس رفضت الطلب بوضوح وصراحة. دي أقوى قاعدة في مواجهة التلاعب النفسي. لازم تتعود على نظرات الاستغراب والاتهامات المبطنة بالتقصير والهمز واللمز. ده طبيعي جدا، ودي أعراض انسحاب السيطرة. المبتز لما بيلاقي الأداة بتاعته ما بقتش شغالة معاك بيتعصب وبيحاول يزود الضغط عليك. هنا بيجي دور الثبات الانفعالي. لو اتعصبت أو بررت موقفك، انت كده رجعت للعبة بتاعته واديت له اللي هو عايزه. خليك بارد تماما. كرر نفس الجملة زي الإنسان الآلي: أنا مقدر وضعك جدا، بس فعلا مش هقدر أساعد في الموضوع ده. في مصطلح مهم جدا في علم النفس اسمه الإيموشنال ديتاتشمنت أو الانفصال العاطفي. ده اللي محتاج تطبقه حرفيا مع الناس دي. يعني كلامهم وابتزازهم ما يهزش فيك شعرة من جوه. تبقى قاعد سامعهم بيحاولوا يحسسوك بالذنب وانت بتتفرج عليهم كأنك بتتفرج على مشهد كوميدي في مسرحية هزلية. الانفصال ده بيحميك من الاحتراق النفسي وبيحافظ على سلامك الداخلي. بيخليك تشوفهم على حقيقتهم بدون فلاتر، مجرد ناس بتحاول تخدم مصالحها على حسابك. أول ما توصل للمرحلة دي، مفيش أي ريد فلاج في العلاقات هيعدي عليك من غير ما تلقطه وتتعامل معاه بحسم وقوة. هتبقى عامل زي الرادار اللي بيكشف المتلاعبين من أول كلمة. تعال نضرب مثال عملي بيحصل في كل البيوت تقريبا. حد من قرايبك بيطلب منك سلف وهو ما بيسددش ومقضيها تهرب، أو بيطلب منك تشغله معاك وهو غير مؤهل وهيبوظ لك شغلك وسمعتك. لو دخلت في سكة أصل الشغل ما فيهوش هزار وأصل الظروف صعبة، هو هيستخدم العشم ويقولك نجرب ولو منفعش مشيني، وطبعا مش هتعرف تمشيه وهتلبس في الحيط. الرد السام والذكي هنا هو الحسم بدون أي نقاش. الشغل والفلوس منفصلين تماما عن العيلة. دي قاعدة عندي ما بكسرهاش مع أي حد مهما كان. قفل الكلام بنقطة وابتسامة باردة. أي محاولة لفتح النقاش تاني قابلها بتغيير للموضوع بمنتهى البرود. ده بيوصل رسالة في اللاوعي عنده إنك شخص لا يمكن اختراقه وإن حدودك خط أحمر. لازم تفهم إن صلة الرحم مش معناها إنك تكون كوبري للناس تعدي عليه وتدوسك. صلة الرحم هي السؤال والود والاحترام المتبادل في المناسبات. إنما الفلوس والشراكات والخدمات اللي بتكسر ظهرك دي بتخضع لقوانين العرض والطلب والقدرة الشخصية. اللي يزعل عشانك قلت له لأ على حاجة مش من حقه أصلا، خليه يزعل ويخبط راسه في الحيط. الزعل ده بيفلتر الدوائر اللي حواليك وبينظف حياتك. بيطرد الناس اللي كانت مصاحباك عشان مصلحة وبس. بيخلي الناس اللي بتحبك بجد تحترم حدودك وتقدرك. الشخص القوي بيفرض احترامه على الكل، مش بيشتريه بالمجاملات والتنازلات الرخيصة. طول ما انت متاح دايما قيمتك بتقل. الندرة بتخلق القيمة والاحترام. السيطرة على حياتك بتبدأ من قدرتك على قول كلمة لأ للناس اللي متعودة تسمع منك أيوة دايما. التغيير ده مش هيكون سهل في الأول وهياخد وقت. هيحصل مقاومة شديدة من الدوائر القريبة وهيطلعوك أسوأ إنسان في الدنيا. اتقبل ده بصدر رحب جدا واعتبره ضريبة الحرية. الموضوع محتاج إنك تكون قاسي شوية عشان تحمي نفسك من الاستغلال. القسوة الوظيفية دي مطلوبة جدا في الزمن ده. مش قسوة عشان تأذي حد، لكن قسوة عشان تمنع الأذى عن نفسك وتحافظ على اللي باقي من طاقتك. لو حسيت إن الكلام ده لمس واقع بتعيشه، اعمل شير للفيديو ده مع أي حد محتاج يفوق من الوهم ويحط حدود لدوائره القريبة. أشوفكم الفيديو الجاي. خليك دايما صاحب القرار، وخليك دايما أبيض وأسود.